السلام عليكم متابعين سلاب محايل، وحياكم الله. أسعد الله مساءكم بكل خير. مثل ما تشوفون بدأت الأمطار تنزل، اللهم لك الحمد. الآن متواجد في حي الحيل الغربي. مثل ما تشوفون الحمد لله الأمطار هنا غزيرة ولله الحمد. ما شاء الله، هذه أول علامات الشتاء إن شاء الله. إنه حيكون السنة هذه بإذن الله أجواء خرافية في تهامة. قولوا يا رب. ولا يخفى عليكم أن محايل، خصوصا محايل بالذات في أيام الشتاء، يكون مقصد للزائرين من كل مكان بسبب أجواء اللطيفة وقت الشتاء. شوفوا معنا السماء، جمال الشفق، شوفوا لونها ما شاء الله، سبحان الله يا اخوان. وهنا شوفوا معنا هذا الشلال ما شاء الله. شوفوا نجي من الجبل من هناك. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الطريق يا اخوان اللي يودي للشلال قبل شويه، هذا حي الحيله الشرقي. تمسك الخط حقه تروح شرق راح يوصلك للشلال ذاك على طول. مثل ما تشوفون هذا المدخل حق المطل حق البلديه. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما تلاحظون يا اخوان، شوفوا الامطار هنا نزلت من جديد ما شاء الله تبارك الله. هذا المنتزه حق مطل البلديه، هذا البلديه الجديد. اللهم صيبا نافعا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ما زالت الأمطار بنفس الغزارة ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. شوفون الهواء كيف على النخل. أنا الآن على نهاية طريق الشعبين، هذا حي الشهيد عند اليسار. ما شاء الله والأمطار ما زالت نفس الغزارة، اللهم لك الحمد. وهذا هو مدخل البلد من طريق أبها. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إله إلا الله يا أخوان. هذا هو تقاطع طريق جدة مع طريق أبها. اللهم لك الحمد. وهذا هنا السوق الشعبي، وهذا هو البلد. ما شاء الله المطر على كافة محايل، اللهم لك الحمد. الحمد لله. هذا ان شاء الله اللي راح يكون السوق الشعبي الجديد، وسبق غطيناه وان شاء الله نرجع نغطيه من جديد باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذه هنا عمارة الخياطين
ما شاء الله. وهنا العمارة المخصصة والأماكن المخصصة للحلاقين، بيعتبر هذا السوق مجمع لهم. لمن سألني عن حي الضرس، هذا هو حي الضرس. جاء مطر بس كان خفيف جدا، ما هو مثل البلد والحيلة. شوفت عينكم. هذه كانت تغطيتنا لأمطار اليوم ولله الحمد. أتمنى يا رب تكون عجبتكم. ما نستغني عن دعمكم عن النشر. كان معكم أبو حاتم الشهري من التغطيات، وأحمد صورة من الإشراف. في أمان الله.